من أحلى وأجمل البريوش اللي هتعمليه أو فطاير هتعمليها بكل سهولة وبطريقة حلوة جدًا، وإن شاء الله طريقة جديدة هتعجبِك بإذن الله. حشوة الشوكولاتة كده حاجة كده في منتهى الجمال واللذاذة. بس قبل ما نبدأ الوصفة بتاعتنا يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف معانا إيه. وهنبدأ الخطوات بتاعتنا كده بالترتيب. وهنجيب أي حاجة كبيرة كده هنحط فيها كوباية من اللبن أو الحليب، وأنا هنا مستخدمة حليب مبسترة. تقدري تستخدمي الكوباية دي نص مية ونص حليب مفيش مشكلة. هنضيف ليهم 3 معالق كبيرة من السكر، وعليهم معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. هندوبهم مع بعض لحد ما نتأكد ان الخميرة والسكر دابوا في اللبن ده او في الحليب، وهنا الحليب كان دافي خلاص كده. بعد كده نزلت ببيضة بدرجة حرارة المطبخ. بما اننا حطينا بيضة يبقى على طول لازم نحط باكت من الفانيليا علشان المعجنات بتاعتنا يكون طعمها حلو. جبت 70 جرام بالظبط من او 70 ملي من الزيت اللي هو حوالي تلت كوباية من الزيت، وحطيتها على المكونات وقلبت كله مع بعضه وكده. المكونات السائلة كانت جاهزة معايا. جبت نص كيلو من الدقيق، حطيت عليه رشة صغيرة جدا من الملح، وبعدين ضفت المكونات بتاعتنا اللي احنا دوبناها مع بعضيها. وفي الوقت ده هنعجن لحد ما ناخد عجينة طرية وفي نفس الوقت ماسكة نفسيها، وتكون بقى ايه يعني مخدومة كويس او معجونة كويس بمعنى اصح. ممكن تعجنيها في العجان. طب انا ما عنديش عجان وما بقدرش اعجن على ايديا كمان. تمام، بتعب بسرعة او ايدي بتوجعني بسرعة. بعجن العجينة دي وبخلي خلاص قوامها القوام المظبوط، وبغطيها دقيقة واحدة. بغطيها بس بكيس تلاجة دقيقة واحدة، وبرجع اشيل الغطا ده واعجن تاني، وافضل اعمل الخطوة دي لحد ما العجينة بتاعتي توصل للقوام اللي انا عايزاه. طبعًا العجينة كانت ناشفة في إيدي شوية، فضِفت ليها حوالي 3، 4 معالق كده من المَيّة، ووصلت للقوام اللي أنا محتاجاه. هو ده القوام اللي إحنا محتاجينه واللي هيديكِ نتيجة كويسة. الدقيق بتاعِك يحتاج مَيّة أكتر من كده حُطّي، يحتاج مَيّة أقل من كده يبقى خلاص ما تحطّيش. تمام؟ شايفين العجينة طرية إزاي وفي نفس الوقت ماسكة نفسيها؟ لازم تكون ماسكة نفسها علشان تديكِ نتيجة كويسة. خلاص كده هنغلّفها بقى بشوية زيت صغيّرين وهنحطها في الطبق، وهنسيبها هنغطيها وهنسيبها إن هي ترتاح معانا أو تخمر شوية بمعنى أصح. نغطي بقى ونركن على جنب ونشوف الخطوة اللي بعد كده اللي هي هتكون عبارة عن الحشوة. الحشو هنا اختياري. تقدري تعملي شوكولاتة زي ما أنا عاملة كده، تقدري تعملي مربى، يعني اللي انت عايزاه، سواء ده هينفع أو ده هينفع مفيش مشكلة. ممكن تحشي شوية سكر وشوية زبيب وتعملي نفس الخطوات اللي احنا عاملينها. وهنا بتكون مثلا سواء قابلة للدهن اللي هي الشوكولاتة، سما بقى ميكس تيلا، في دريم حلو قوي. استخدمي أي نوع انت متعودة على طعمه. تمام. العجينة بتاعتي كانت خلاص خمرت معايا شوية، بدأت إن أنا أنزلها على الرخامة، وهنا هبتدي إن أنا أقسمها على 10 كور أو 10 فطاير، 10 بالظبط. تمام، تكون قد بعضيها علشان خاطر تكون كل الفطاير قد بعضها، وما تخدعتي ما تتخدعيش يعني في الحجم بتاعها. هو تقريبا كانت كل واحدة تقريبا حاجة و90 جرام تقريبا، يعني مش فاكرة، كانت 94 95 حاجة زي كده. هنخلصها وهنقرصها كده وهنغطيها بكيس تلاجة نضيف، وهنسيبها ترتاح بس دقيقتين 3 وهنشتغل على طول. بنجيب أول كورة اشتغلنا فيها وبنفردها قدامنا زي ما يكون بنفرد رغيف فينو. تمام. بتفرديها والسمك بتاعها بيكون متوسط، وهوريكي ايه القوام بتاعه دلوقتي بيكون عامل ازاي او السمك بتاعه بيكون عامل ازاي. خلاص فردناها. بعد ما بنفردها بنجيب حوالي معلقة كده من الشوكولاتة أو معلقتين، دي بيكون حسب الكمية اللي انت عايزاها في الفطيرة بتاعتك أو في الفطاير بتاعتك. وبتفرديها، يعني بتفرديها كده على العجينة، بس وانت بتفردي افردي بالراحة خالص علشان ما تقطعيش العجينة معاكي. خلاص في الوقت ده اتأكدنا ان الشوكولاتة بتاعتنا اتفردت، ولو مربى هتكون نفس النظام، يعني هتفرديها نفس الفردة. حابة تحشي اي حشوة تانية هتكون برضو نفس اللي احنا بنعمله ده. وهنلف كأننا بالظبط بنلف رغيف او رغيف فينو. تمام. ابرمي 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 لحد الاخر وقفلي طرف كويس قوي من تحت. وبعد كده بتبططي عليها
وبتقسميها بقى بأي أداة عندك، سواء سكينة سواء مسطرة سواء سكرابر، أي حاجة، بس حاولي تقسميها بالتساوي. ولما تيجي تبططي ما تبططيش قوي، يعني أول اتنين طبطبت عليهم بططت عليهم كده، وبعد كده الكمية التانية اللي أنا عملتها برمتها بس، يعني برمتها وبعد كده بدأت إن أنا أقسم من النص. تمام، فلقيت إن انتي تبرميها بس وتقسميها من النص أحسن ما تبططيها بالشكل ده. وهنلفها حوالين بعضيها كأننا بنلف شريك بالظبط، كأنك بتعملي شريك وبتلفيه حوالين نفسه. بنكون مجهزين القوالب بتاعتنا وبندهنها دهنة من الزبدة كويس قوي علشان متلزقش معانا، وبنحط الفطاير بتاعتنا دي. طبعا تقدري تستغني عن القوالب دي خالص وتحطيها منها للصاج، بس الصاج بتاعك تدهنيه زبدة، بس الشكل هيتغير في الوقت ده. تمام، مش هتبقى نفس الشكل او مش هتبقى طالعة لفوق كده، لكن سواء كده أو كده هيكون طعمها حلو، سواء عملتيها في الكبّاط سواء عملتيها في الصاج هيكون طعمها حلو. ونراعي واحنا بنلف نخلي الشوكولاتة أو الطبقات بتاعتنا لفوق كده، ما تنيميهاش على العجينة. نعمل بقى واحدة على السريع كده مع بعض. مفيش أسهل من كده، بتفردي الشوكولاتة بتاعتك وبعد كده بتبرمي العجينة وبتقطعي. وبالمناسبة هنا عايزاكي تقطعي لما تيجي تقطعيها أو تقسميها على اتنين، اقطعيها بسكينة أو بسكينة البيتزا، دي بتديكي نتيجة أحلى وأحلى، وخلي الطبقات كده باينة معاكي ومتساوية في الآخر. من أحلى الفطاير اللي هتعمليها إن شاء الله، وأطفالك هتحبها قوي علشان فيها شوكولاتة من جوه، طعمها في منتهى الجمال والحلاوة. طبعا بنخلص كل الكمية زي ما احنا عارفين، وبنسيبها ان هي تخمر بقى، تخمر براحتها خالص، لازم تخمر كويس قوي علشان خاطر تديكي نتيجة كويسة وتكون طرية معاكي في الاخر، وتديكي نتيجة حلوة، يعني تديكي تخمير العجينة والعجين نفسه، يعني لما تعجني بطريقة صح وتخمري صح بتاخدي نتيجة حلوة في الاخر. غطي بقى الكلام الجميل ده وسيبيه يخمر معاكي. وطبعا الحمر هنا بيكون على حسب درجة حرارة المطبخ عندك. تمام، في ناس الحاجة بتخمر عندها بسرعة وفي ناس بتتأخر شوية، ده بيكون على حسب درجة الحرارة. هسيبه بقى لحد ما حجمه يتضاعف، وبعد كده بكون مسخنة الفرن بتاعي على درجة حرارة 200، وبحط الشبكة في النص، يعني بنسخنه حوالي كده 10 دقايق أو ربع ساعة. وبعد كده بناخد الصاج بتاعنا ده وبنحطه على الشبكة في النص. مش بيقعد كتير في الفرن لان الكبات حجمها صغير والفطاير نفسها حجمها صغير. تمام، يعني بتاخد معاكي من 10 دقايق لربع ساعة بالكتير قوي. اول ما بتطلع معاكي على طول بتديها دهنة من الزبدة كده من على الوش، وبتغطيها حوالي دقيقتين 3 علشان ترد من حرارة الفرن. ونخلي بالنا قوي علشان لو عملناها في كبات من دي نخلي بالنا من التسوية علشان بتكون سريعة التسوية، يعني علشان ما تاخدش معاكي لون غامق قوي من تحت وتتحرق او لونها يغمق معاكي، فتخلي بالك جدا من النقطة دي. خلاص كده غطيتها حوالي دقيقتين 3، وهنا فتحت واحدة بس كان التصوير مش شغال، وهنفتح واحدة تانية مع بعض دلوقتي. حاجة كده في منتهى الجمال. أتمنى من كل قلب إن انتوا تجربوا الوصفة بتاعتي النهاردة، وبألف هنا وشفا مقدما إن شاء الله اللي هيجربها، وربنا يحسن ما بين إيديكم يا رب. بس عايزة أقولك هنا لأول مرة بتشوفيني، لايك وشير واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد، متنسيش اللايك للفيديو. وهسيب ليكي كل المكونات اللي أنا استخدمتها النهاردة في صندوق الوصف بالكوباية وكمان بالجرام. ما شاء الله تبارك الله، حاجة كده في منتهى الجمال، هشة جدا جدا. ازاي نحفظها؟ طبعا بعد ما بتبرد تماما بتحطيها في اكياس، ولو عايزة تحطيها في الفريزر حطيها، وبتنزل قبل الاكل بحوالي ساعة كده. عايزة تحطيها في الميكروويف تسخنيها في الفرن شوية تمام، مش عايزة تسخنيها يبقى مفيش اي مشكلة. وبكده اكون خلصت الوصفة بتاعتي النهاردة، واشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة على الف خير.